كل واحدة فينا وهي نازلة تشتري حاجات البيت في الأول بتكون مبسوطة. كلنا بنحب ننزل ونحب الشوبينج، أو كتير فينا بيحب الشوبينج، بس هو ألف ساعة الوقفة بقى عند الكاشير واستلام الفاتورة هنا بتكون الصدمة. نعمل ايه علشان تحصلش الصدمة، أو على الأقل تكون صدمة خفيفة؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو بتاع النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم إخواتي وحبيباتي في قناتي وقناتكم. فيديو جديد. لو اول مرة بتشوفيني، انا فوزية ودي قناتي يوميات ونصايح فوزية. هكون سعيدة جدا لو شرفتيني باشتراكك من الزرار اللي تحت الفيديو وفعلتي الجرس، هتوصلك بإذن الله حاجات حلوة كتير. اكتبيلي في التعليقات علشان ارحب بيكي، ولو انتي اخت من اخواتي هيفرحني اللايك وكمان كلامك الحلو اللي بيشجعني. انا بعمل ايه قبل ما انزل اروح اشتري طلبات البيت؟ هقولك على خطوات باذن الله لو عملتيها مش هيحصلك صدمة الفاتورة، وكمان هتشتري كل اللي نفسك فيه. اولا كده وخلينا متفقين، مع الخبرة كل واحدة فينا بتكون عارفة هي محتاجة قد ايه من الخزين الاساسي للبيت. يعني بتكوني عارفة البيت عندك استهلاكه قد ايه من السكر، الرز، المكرونة، الزيت، السمنة. بصي، الحاجات الاساسية دي اللي لازم تكون موجودة في كل بيت. انا من وجهة نظري ان الحاجات دي مهمة جدا، هي اللي بتستر البيت وتخليكي قادرة تعملي اكل حتى لو مفيش اي حاجة في البيت. بصراحة بشوفها اهم من اللحمة والخضار. عارفة، لو عندك شوية رز وحبة عدس ممكن تقومي تعملي طبق كشري اصفر اسكندراني، بيبقى وجبة اكل من مفيش، وعملتيها وانتي حتى معكيش فلوس خالص. خلاص انتي كده حطيتي غدا للولاد. فالحاجات دي بتشتريها، انا بحب اشتريها اول الشهر. مش هيفرق ان كان مصروفك بالشهر او بالاسبوع او حتى باليوم، اللي بيفرق بس في ارهاقك وعدد مرات نزولك وشراكي للحاجات. وبالنسبة لتقسيمة المصروف دي ان شاء الله هعمل لكم عليها فيديوهات يعني توضح الفرق كده، وتخليكي عارفة حتى لو انت مصروفك باليوم اكنه ماشي معاكي بالشهر عادي ومفيش مشكلة معاكي. ومش هخبي عليكم، انا عشان انزل اشتري طلبات الشهر الجديد بكون بحضر ليها من الشهر اللي قبل منه. يعني مجرد ما باجي احط طلباتي في الدولاب بتاع المطبخ وابتدي استخدم منها، ببتدي جنب مني ورقة وقلم، يعني نوتس صغيرة كده دايما موجودة معايا. بصوا والله النوتة دي او الاجندة دي بتبقى ماشية معايا في المطبخ، معايا في اوضه المعيشه، معايا في اوضه النوم، معايا كل ما افتكر حاجه او كل ما عاوز اعمل حاجه بكتبها فيها. كل ما بلاقي حاجه ناقصه عامله صفحه كده اقول طلبات الشهر، اكتب ده انا كده الفلفل الاسمر خلص. الحاجات اللي انا هقدر ما استغناش عنها خلاص خدت اخر حبه وعبيتهم في البرطمان، بكتب كده ان انا ما بقاش عندي فلفل اسمر في التلاجة المفروض ان انا اشتري الشهر اللي بعده. خلاص مناديلي خلصت، بصوا اي حاجه اكياس خلصت، اي حاجه بقوم كاتبه انا عايزه كذا. وصفه خطرت على بالي، وصفه عايزه اعملها، بكتب ايه ناقصني من طلباتها واحطه في قلب الطلبات. اللي بجيبه بقى بشطبه، واللي مش بجيبه خلاص بكمل، بيبقى ده اللي انا المفروض هجيبه الشهر اللي جاي. الخطوات بقى دي قلنا اول خطوه الورقه والقلم اللي لازم تكون معاكي وتكتبي فيها كل طلباتك. قبل بقى منزل فعلا اشتري الطلبات لازم اكون عاملة جرد لكل دولاب المطبخ، كل الحاجات اللي عندي اللي متخزنة، اشوف ايه اللي فاضل، جرد للتلاجة اشوف ايه اللي موجود فيها وايه اللي مش موجود. بصي، عارفة الخطوات اللي انا بقولها دي لو انتي بتسمعيها كده هتقولي يعني انتي قلتي ايه جديد؟ هي حاجات كلنا عارفينها، بس احيانا بننسى نعمل الحاجات دي. من حين لاخر بنبقى محتاجين افكر نفسي وافكركم بالحاجات اللي لازم تتعمل قبل ما تنزلي. مش يلا خدت المصروف بتاع البيت هوب اروح نازله جايبه، اروح السوبر ماركت ساعتها. بصي، اي حاجه تقابلك وفي سكتك هتشتريها، بتبقى الاغراءات كتيره جدا وبتحسي ان انت عايزه كل حاجه، وبتنسي انت اصلا عندك ايه في البيت وايه اللي مش عندك. فعلشان كده لازم تعملي جرد لكل الحاجات اللي انت بتعمليها. الخطوات دي مهمة جدا ان هي تتنفس كده، 1 2 3. بمناسبة بقى 3، تعالي نشوف الخطوة الثالثة. كلنا تقريبا كلنا
بقى في السوبر ماركت الكبير فتحوا موجودين حوالين منك، فتح الله، جملة ماركت، بيت الجملة، كازيون، كله بقى موجود جنبك. انت كده زي الشاطرة قبل ما تنزلي برضو انا بعمل ايه؟ بطلع الصفحات بتاعة السوبر ماركت الكبيرة دي على النت وابتدي اقارن بين الاسعار، اشوف العروض اللي في فتح الله ايه، والعروض اللي في كازيون ايه، والعروض اللي في جملة ماركت ايه. بس برضو على فكرة انا لما بقارن بين الاسعار والعروض بشوف الحاجات اللي جنب مني، يعني ما اروحش انا جنب ما فيش جنب مني جملة ماركت خالص، اللي جنب مني بيت الجملة، مش هروح بقى ابص على جملة ماركت، لان جملة ماركت هركب له مواصلات كتير، فاللي انا هوفره في سعر الطلبات والعروض هدفعه في المواصلات وهيكون ارهاق عليا. لا، انا بشوف بس الاماكن اللي جنب مني والقريبه مني، اللي لو حتى هركب لها مواصلات هتكون خفيفه وبسيطه عليا، وبنزل اجيب حاجتي من هناك. يعني ممكن اجيب شويه حاجات من ده وممكن اجيب شويه حاجات من ده على حسب طبعا العروض والحاجات اللي بتكون مناسبه ليا. كمان ممكن اشتري من محلات اللي بتبيع البقاله العاديه جنب مني، بس اهم حاجه ان المحل اكون عارفاه كويس، مجربة من عنده حاجته وتكون كويسة، او حد يكون قريب مني مجربها له نفس الذوق بتاعي وقال لي على الحاجة ان هي كويسة. لان على فكرة يا جماعة احنا ممكن نكون مش بنغش بعض، يعني ممكن الاذواق بتختلف، ممكن انا مثلا نوع المكرونة ده يكون مناسب ليا وبحبه، بس ممكن مع ناس تانية الناس التانية تشوفه ان هو وحش وبيعجن ومش حلو والكلام من ده. فلازم لما تكوني بتثقي في رأي حد ان هو يكون له نفس ذوقك، بيحب الحاجات اللي انت بتحبيها، علشان تبقي واثقه هاخد الحاجه منه. يعني الاكله دي انا جربتها من عند فلانه وما عجبنيش طعمها، بهاراتها اللي بتحطها عليها مش هي نفس البهارات اللي انا بحبها او اسرتي بتحبها، يبقى خلاص مش هجرب اكلها تاني او اخد من رايها تاني، لان خلاص انا عرفت ان الذوق بتاعها مش هو نفس الذوق بتاعي. مش معنى كده ان حاجتها وحشه، لا، حاجتها حلوه وعلى راسي، بس مش هو نفس الذوق. ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. كل واحد فينا له ذوق لوحده. لما تاخدي راي حد او تجربي حاجه من حد لازم تكوني عارفه ان هو نفس ذوقك تقريبا، بيحب نفس الحاجات اللي انت بتحبيها، علشان ما تقوليش ده خدعني، ده غشني، ده قال لي على حاجه حلوه وهي وحشه. مفيش حد ابدا بيقول على حاجه وحشه ان هي حلوه، لكن هي الفكره ان هو بيكون شايفها حلوه فعشان كده بيقول عليها حلو. رابع حاجة بقى ودي اهم حاجة، ازاي بجيب حاجات تانية مش من الاساسيات برضو وبتنفع البيت، او حاجة انا عايزة اجيبها ليا واقدر اجيبها واوفرها من المصروف مرهقش الميزانية بتاعتي. وازاي استغل العروض؟ اول حاجة في عروض، نوع من العروض كده بيستفزني ما بحبوش خالص، اللي هو عرض اللي يقولك جمعي، يعني اشتري من الشركة دي منتجات مثلا ب200 جنيه وخدي عليهم هدية مش عارفة 50 جنيه، او خدي هدية واسحبي واللي يطلع لك ممكن تطلع لك حاجة كبيرة قوي، وممكن في النهاية تلاقي نفسك مش واخدة اي حاجة وما استفدتيش اي حاجة. بصراحة النوع ده من العروض مش بحبه خالص، لان هو بيفرض عليا ان انا اشتري حاجات ممكن اكون مش عايزة اشتريها، مش محتاجاها. فانا النوع ده من العروض ببعد عنه خالص خالص. لكن العروض اللي انا بحبها اللي هو الخصم المباشر، اللي يقول لي مثلا ده خصم 20% على الحاجة، في كمية زيادة على الحاجة. دي نوع العروض اللي انا بحب اشتريه وبحب اروح اجيب منه. ممكن الاقي مثلا علبة السمنة عليها علبة تانية او عليها كمية تانية، فالعلبة دي مثلا هتكفي معايا شهرين وبنفس سعر الشهر الواحد، ساعتها بجيب العرض ده وببقى عاملة حسابي ان انا الشهر اللي بعده مش هشتري سمنة. تمن السمنة ممكن ان انا اشتري لنفسي حاجة انا عايزاها، حاجة بقى في المطبخ، برطمان، علبة، فرشة، ستارة في البيت، بصوا حاجة ليا انا شخصيا، مستحضرات تجميل، حاجة كده. فكرة انا بحب اجيب منها برضو الحاجات اللي انا عايزاها، الصوصات اللي احنا بنحبوها، الصويا صوص، دبس الرمان، الحاجات اللي هي زي دي، البهارات والتوابل اللي انا بقول لكم انا بجيبها معبأة، مش بروح كل شهر اجيب حاجات كتير، اجيب كل التوابل، لا، التوابل الاساسية بتاعتي اللي هي الملح، الكمون، الفلفل الاسمر، دي اساسية بجيبها مثلا كل شهر.
لكن الشهر ده مثلا انا هشتري بودره ثوم وبودره بصل، خلاص انا جبتهم، يبقى الشهر اللي بعده مش بيفضلوا بقى، دول مش بيستخدموا ان هم يخلصوا على طول خلال الشهر، لا بجيب الكميه اللي تناسبني اللي تخليني اشتري مثلا الشهر ده بالمبلغ اللي انا محدداه، الشهر اللي بعده اشتري كركم، كاري، اشتري جوزة الطيب مثلا لو الناس بتحب تشتريها. المهم ان انت تقسمي نفسك، ما تجيبيش كل حاجه كل في شهر واحد تقعدي مزنوقه ومخنوقه، او ما تجيبيش خالص وتبقي متضايقه ان انت ما بتجيبيش. لا، كل شهر هاتي حاجه حاجتين، بعد فتره هتلاقي عندك كل حاجه الحمد لله، وهتلاقي البيت بتاعك مليان خير وفي كل حاجه. الحاجه بقى اللي تخلص تبتدي بقى تعيدي الكره من اول وجديد، تشتري بس الحاجه اللي خلصت دي. مفيش حاجه بتتعمل مره واحده او بتتبنى مره واحده، كل حاجه ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، بتعملي كل حاجه خطوه بخطوه. حطي قدام منك بس الهدف ان انت عايزه تجيبي الحاجات دي، كل شهر هاتي حاجه، كل اسبوع لو مصروفك بالاسبوع هاتي حاجه، هتلاقي بجد بعد فتره كل حاجه بقت عندك الحمد لله. طبعا بعد ما شفت الاسعار وحددت المشتريات وعرفت انا عايزه ايه وايه اللي انا مش عايزاه، وتابعت العروض على الصفحات، بكون عارفه بالظبط الرينج اللي انا هدفعه والمبلغ اللي انا محتاجاه عشان اشتري الحاجات. طب يا فوزيه ما بتحصل لكيش صدمه عند الكاشير؟ اكدب عليكم لو اقول لكم ما بتحصليش، برضو الواحد صراحه لابد من صدمه خفيفه. الصدمه الخفيفه والواحد بيحمد ربنا على انها خفيفه، ما بتكونش كارثه، بيحمد ربنا على انه بيحاول قدر الامكان مصروفه يكفيه، لو قدر يجيب حاجه بيجيبها. الحمد لله على نعمه العيش والحياه والدنيا والولاد. يا رب ان شاء الله يطعم كل جعان على وجه الارض، يحفظ اخواتنا في غزه، ينصرهم. لو انت اول مرة تشوفي القناة يا ريت تشتركي من الزرار اللي تحت الفيديو وتفعلي رمز الجرس، هكون شاكرة ليكي لو كتبتي لي كلمة حلوة ودعمتيني باللايك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.